مسكرة بنلاقيها في كل البلاد العربية، بس طبعا باختلاف انواعها. هوريكم ازاي نعمل الكنافة بحشوة كاسترد الفانيليا اللي برضه هوريكم ازاي نعمله. الحاجة المختلفة في الوصفة دي هي طريقة تسوية الكنافة نفسها. عادة احنا بنسوي الكنافة في الفرن. النهاردة هوريكم ازاي ممكن تعملوا الكنافة على البوتاجاز وبتطلع احلى من اللي بالفرن بكتير. لو بتحبوا الطبخ وعجبكم الفيديو ده وعايزين تشوفوا اكتر، ياريت تعملوا له لايك وتشاركوه مع اصحابكم وتعلقوا باي اقتراحات او اسئله عندكم. وياريت كمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان ما يفوتكوش اي فيديوهات بعد كده. خليني اوريكم ازاي بعمل الكنافه بحشوه كاسترد الفانيليا. هبتدي بالكاسترد عشان يبقى فيه وقت انه يبرد. هحط 1.5 كوباية لبن مع كوباية كريمة لباني ومعاهم عود فانيليا على نار هادية لحد ما يغلي. في الوقت دوا هحضر 6 صفار بيض معاهم 3/4 كوباية سكر. هقلبهم لحد ما لونهم يتغير ويبقى فاتح والقوام يبقى سائل. بعد كده هحط 2 معلقة من النشا وهقلبهم مع صفار البيض. في الوقت ده اللبن هيكون غلي. هاخده وهشيل الفانيليا منه، وبعدين هبتدي احط كبشة واحدة من اللبن على البيض وهبتدي اقلب. الطريقة دي بتخلي درجة حرارة البيض تعلى تدريجيا وما تخليهوش يستوي مننا. ممكن اعمل كده مع كبشتين، وبعدين هاخد الخليط هرجعه تاني لبقية اللبن. هفضل اقلب طبعا وهحطه على نار متوسطة واقلب طول الوقت لحد ما القوام يتماسك ويبقى تقيل. اول ما القوام يتقل هصفيه عشان لو في اي كلاكيع من البيض. بعد كده لازم اغطيه ببلاستيك راب واتاكد انه لامس الوش. دلوقتي هستعمل الكنافة. ده نوع الكنافة اللي احنا عندنا في امريكا هنا، بس طبعا لو في اي بلد عربي بنطلب الكنافة العادية. النوع اللي بيجي عندنا بيجي متفرز، فلازم اخد وقتي ان انا افك الكنافة من بعض. وانا بعمل كده اقطعها لحتت صغيرة. لازم تبقى هشة وما يبقاش لازقة في بعض. دلوقتي هستعمل كوباية من الزبدة السايحة. انا عارفة ان كوباية دي حاجة كتير، بس الكنافة ما تنفعش من غير الزبدة كتير. هفضل احط من الزبدة واقلب في الكنافة واتأكد ان هي مختلطة كويس قوي مع كل الكنافة. دلوقتي انا بعتذر عشان الجزء ده ضاع مني وانا بصوره، بس مبدئيا كل اللي عملته ان انا على البوتاجاز وعلى طاسة صغيرة اخدت شوية من الكنافة وحطيتها وكبستها كويس لحد ما لونها بقى ذهبي، وبعد كده قلبتها. وهعمل نفس الوضع مع الوش التاني. هعمل الموضوع ده مرتين عشان يبقى عندي جزئين. الطريقة دي بتخلي الكنافة تبقى مقرمشة قوي. ساعات لما بنعملها في الفرن بتبقى مقرمشة من بره بس وطرية زيادة عن اللزوم من جوه. دلوقتي هاخد واحدة من الطبقات اللي عملناها وهحط في النص الكاسترد اللي عملناه طبعا بعد ما برد في التلاجة، وبعدين هحط عليه الجزء التاني، وبعد كده هسقيها بالشربات اللي هو 2 كوباية سكر عليه 1 كوباية مية ورشة ليمون بسيطة. بسيبه على النار هادية لمدة 20 دقيقة وبعد كده بسيبه يبرد. بعد كده تستمتعوا بيها. بون ابيتي، أو زي ما احنا بنقول في مصر، صحة وعافية.